بسم الله الرحمن الرحيم. جمهور نادي الزمالك، جمهور النادي الملكي العظيم، مساء الفل عليكم. طبعا الحمد لله رب العالمين، النداءات اللي ناديناها لكل الناس المره اللي فاتت في الفيديو اللي فات لقت صدى واسع جدا، جالي كومنتات كتير جدا جدا جدا، بعضها كانت من زملكاويه محترمين حبايبي. جمهور احسن نادي على وجه الارض بالنسبه لنا، عمرنا ما قلنا نادينا فوق حد، ولا عمرنا قلنا نادينا فوق الجميع، ولا عمرنا قلنا اي حاجه غير انه اهم نادي واحب نادي في الكون بالنسبه لنا احنا، ونتمنى من الجميع انهم يعملوا كده. زي ما جالي اشاده بالكلام من ناس كتير جدا، جالي شتيمه من ناس كتير جدا جدا جدا. ارجوكم بس قبل اي حاجه، قبل ما نتكلم عن شتيمه، عايز اقول لكم ان عشان خاطري اتفرجوا على الفيديو للاخر، لان في الاخر هيكون اهم كلام في الفيديو. دايما اهم كلام في الفيديو الاخر، والناس اللي خايفه على الباقات ما تقلقوش، انا ببقى ضاغط الفيديوهات جدا بحيث انها ما تضرش الباقه خالص، يبقى كانك ما اتفرجتش على الفيديو، فما تقلقوش الفيديو مساحته مش كبيره. زي ما في اشادات كتير جدا 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 جات لي من الكثير من حبايب الاهلاويه، زي ما في شتيمه جدا 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 كتير جدا جات لي من جمهور الخصم، ومش عارف الشتيمه ليه. انا لم اهين الخصم خالص، بالعكس اللي سمع، لان في ناس بتقطع ودانها ما بتسمعش، اللي سمع انا قلت ان الخصم كبير، وان انا طول ما انا راجل محترم وبقول على الخصم كبير يبقى انا كمان كبير، لان عمر ما يكون خصمي كبير وانا صغير. انا كمان كبير. انا كده غلطت فيك في ايه؟ بالعكس، انا جيت قلت الاهلاويه اخواتنا وحبايبنا، وبنقول لا للتعصب، بيبقوا اتنين اخوات اهلاويه، اتنين ولاد عم اهلاويه. انا غلطت في ايه؟ الناس اللي داخله تشتم داخله تشتم ليه؟ وبعدين انت داخل تشتم تقول يا كذا كذا، دي شتيمه. انت واقف جنب مرتضى منصور اللي بيشتمنا وبيسبنا، طب ما انت شتمتني في الاول، يعني يا كذا الاولانيه اللي انت قلتها دي شتيمه، ما انت كده سبتني. انت متضايق من مرتضى منصور انه بيشتم، فتقوم جاي انت شتمني؟ طب ما انت كده عملت ايه؟ ما انت كده عملت نفس الفعل اللي انت بتلوم عليه. يعني ارجو اننا نكون عاقلين لما نيجي نتكلم، نكون عاقلين، ما نكلش بمكيالين. انت متضايق من مرتضى منصور، وانا ما قلتش ان مرتضى منصور كان صح في اللي عمله، انا بقول احنا واقفين جنبه من منطلق ان احنا زملكاويه، وقفتنا جنب مرتضى منصور دلوقتي وقفتنا جنب استقرار النادي، واللي يمشي مرتضى منصور الجمعيه العموميه، ما يمشيش كده، ما يمشيش بالطريقه دي. انت ايه مزعلك؟ هو انا اتدخلت في رئيس ناديك قلت يمشي ولا يقعد؟ انت مالك انت؟ ما انا اتكلم اقول اللي انا عايزه. حاجه كانت غريبه جدا بمنتهى الامانه. فيعني اللي يشتم دي تربيته، وده بيدل عن البيئه اللي هو طالع منها، دي اول حاجه. نتكلم بقى عن اللي اهم مني ومن الشتيمه، واهم مني ومن اللي بيشتموا، يعني انا اسف. نتكلم عن نادينا العظيم نادي الزمالك. اول حاجه بس حابب اقولها قبل نادي الزمالك، احمد اصيب بالكورونا، ربنا يشفيه ويعافيه ويشفي ويعافي اي حد بيصيبه هذا المرض. جائحه ما كناش عاملين حسابها قبل ما تيجي، وما كانش حد عارف عنها حاجه ولا معمول حسابها، فبالتالي ما فيش لقاح، ما فيش اي حاجه لحد دلوقتي، ما فيش حد عارف يوقفها الا ربنا باذن الله، ان شاء الله رب العالمين الخلاص هيجي لنا من عند الله. احمد دلوقتي مقيم بالكورونا بتاعته، مقيم بكورونته في مصر، قاعد في فندق في منطقه الزمالك. عشان تعرف يا عم احمد اديك اهوت، انك لما وانت عيان احنا اللي واقفين جنبك، وانت عندنا اهو على ارض مصر الحبيبه، وان شاء الله رب العالمين ربنا يقومه بالسلامه ويعافيه. كانوا عايزين ياجلوا الماتش اكتر من كده، كانوا عايزين يأجلوا الماتش اكتر من كده. بيقول لك الماتش، ما تخلي ماتش الزمالك والرجاء بعد بقى التوقف الدولي، يعني خليه شويه حلوين كده على اواخر شهر 11. احنا هنهزر بقى ولا ايه؟ هو انتوا عايزين ترجعوا من الكورونا وتعملوا فترة اعداد وتسافروا سويسرا تعملوا فترة اعداد شهرين عشان تيجوا تلعبونا؟ يا جماعة، يا جماعة في ايه؟ يا جماعة في ايه؟ انتوا مش بتقولوا ما شاء الله الرجاء قوي وجامد وبتاع؟ طب ما تيجوا تلعبوا يا جماعة، في ايه؟ ايه مشكلتكم؟ انتوا اتصبر عليكم، وده ما حصلش قبل كده مع اي نادي تاني، ما حصلش. وحصل معلش، مع ان بعض اخواتي المغاربه بيزعلوا، وبرضه انا مش عارف ايه موضوع الشتيمه. انا مش عارف يعني ايه اتنين خصوم على ارض الملعب، يعني خصومه كرويه يشتموا بعض؟ انا مش فاهم. الرياضه للاخلاق مش لقله الاخلاق. صحابي واخواتي المغاربه حبايبي، ما فيش اي مشكله، وانا قلت قبل كده انا بحب الشعب المغربي جدا، بس يا جماعه جمهور رجاء بيشتم جامد جدا على الصفحات اليومين اللي فاتوا دول، مش عارف ليه. يا الرجويه ما كنتوش كده، ما كنتوش كده. طيب مفيش اي مشكله، حبايبنا برضو واخواتنا، ومفيش اي مشكله، وده لا يؤثر على العلاقات المصريه المغربيه. المغرب بلد جميل، وانا قلت في اكتر من مناسبه قبل كده ان انا زرت المغرب وانبسطت، وكنت حاسس اني في بلدي فعلا. شعب كريم ومحترم.
اللي اتدخل في موضوع تاجيل الماتش ده تدخل محترم جدا من المهندس هاني بريده، تدخل محترم جدا من المهندس هاني بريده. قال لا يا جماعه مش هينفع كده، النهائي هيتاجل. طب ده خلاص خلصنا منه، لكن النص النهائي ما يتاجلش باكتر من كده، يتلعب يوم 4. فوزي لقجع كان عايز ياخره بعد التوقف الدولي، انما المهندس هاني بريده عندنا برضو راجل تقيل يعني بمنتهى الامان، قال مش هينفع يتلعب 4 يتلعب، مش هينفع يتلعب بعد التوقف الدولي. راجل محترم، وصراحه ربنا واقف جنب الزمالك في الموقف دوت. ما كانش ينفع الماتش يطول عن كده وما نبقاش عارفين حتى مين الطرف الثاني للنهائي. بكاري جسامه، عينوا بكاري جسامه حكم للماتش ده حسب تقارير مغربيه، لسه الله اعلم لم يتم اعلان الموضوع رسميا، اهو هنشوف. طبعا احنا كده خلاص ماتشنا يوم الاربعاء ان شاء الله، والماتش النهائي يوم 27 ان شاء الله رب العالمين خير. طب يوم 27 ده الزمالك مستفيد منه ولا خسران؟ الزمالك مستفيد الحمد لله. يكون الونش رجع، يكون عبد الشافي رجع، وده الاخبار الكويسه بقى اللي ليكوا عندنا النهارده. عبد الشافي يا جماعه بيتاهل خلاص، عبد الشافي راجع، فان شاء الله رب العالمين يكون خير. بس ده اللي احنا عايزين نقوله على الماتش. بالنسبه لحازم امام، حازم امام خلاص بيتدرب الحمد لله رب العالمين. عبد الشافي والونش خلاص في التأهيل ان شاء الله. الونش ده راجل محترم جدا يا جماعه، وامبارح عشان يطمنا عليه نزل فيديوهين بيتمرن وبيتأهل في الجيم. راجل راجل راجل، هي دي لعيبه الزمالك، راجل. ده الونش، ودينا شفنا المستويات المحترمه الكبيره اللي كان بيقدمها الونش قبل ما يتصاب. باتشيكو بيتكلم كلام كويس جدا، بيحث اللاعبين على ان الحلم قريب، احنا بس نتكاتف مع بعض، وده اللي احنا عايزينه بقى يا جماعه اليومين دول. الحلم قريب، الحلم قريب، محتاجين نتكاتف، وهقول لكم ازاي في اخر الفيديو، استنوا معانا. الرجاء باقي 3 لاعبين وبيتدرب مرتين يوميا، ده حسب تقارير مغربي. باقي له بس 3 لاعبين يخفوا من كورونا ان شاء الله يبقى بخير. وانا بقول لكم يا جماعه الرجاء، عشان بس ما تفتكروش ان الرجاء بيقول لك احنا راجعين من الكورونا واحنا مفرهدين، ده لعب ونمر. الرجاء بيتدرب من ساعتها، من ساعتها الرجاء بيتدرب، وهو تقارير مغربيه بتقول بيتدرب مرتين في اليوم كمان. فاوعوا تفتكروا يا زملكاويه ان ده ماتش سهل، ان انت كسبت بره هتيجي تكسب هنا. لعيب نيجيريا الكبير احمد موسى لاعب منتخب نيجيريا الكبير، بيقولوا ان الزمالك بيتفاوض معاه. الراجل هيحصل على الاستغناء بتاعه وبيلعب في الدوري السعودي. مشكلته الكبيره انه بيتقاضى مش عارف 8 مليون يا دولار يا يورو، الصراحه مش متاكد من العمله بالظبط، تالي 8 مليون يورو من في الدوري السعودي طبعا، فده مبلغ كبير جدا. طيب هيجي الزمالك ازاي؟ لا طبعا مش هياخد المبلغ ده في الزمالك، هو الراجل هياخد الاستغناء بتاعه. طب هيجي يشوف الدوريات كلها قفلت، الدوري المصري من الدوريات القليله اللي لسه ما قفلتش، ونادي الزمالك نادي كبير، هو بقى له فتره قاعد. وادي شاف كان اشرف بن شرقي وفرجاني ساسي كانوا قاعدين في السعوديه ما بيلعبوش، ولما جم الزمالك اتصنفروا ورجعوا تاني لمستواهم ولاسمهم الكبير. فاحمد موسى لو جه الزمالك فرصه كبيره ليه، وفرصه حلوه برضه لينا احنا، لاعب كبير بحجم احمد موسى. طيب جه اخر حاجه اللي احنا كنا عايزين نتكلم عليها، وبنقول من اول فيديو يا جماعه استنونا لاخر الفيديو. هفكركم بحاجه صغيره، الحاجه الصغيره ديت بفكركم مش بخوفكم، بس بفكركم عشان اقول لكم عايزين نطلع منها بايه. زمان من حوالي 11 12 سنه، لا سوري سنه 2005 تهيألي 2005، من 15 سنه الزمالك راح لاعب الرجاء في كازابلانكا، كان في البطوله العربيه اللي هو كانوا مسمينه ساعتها دوري ابطال عرب او حاجه زي كده، كانت بتزعل ART لو فاكرين. لعب الرجاء هناك وكسب 2-0. جينا قلنا الماتش اللي هنا بقى بتاعنا، الماتش اللي هنا بتاعنا هيجوا هنا هنقطعهم 4 كمان، ده على ارضنا بقى وبتاع. جم غلبونا هنا 3-0. طب ال 3-0 دول ليه؟ نتيجه للتخبط الاداري. كان في ساعتها تخبط اداري كبير لدرجه ان ابراهيم سعيد حكى امبارح ان ما كانوش لاقيين حتى الاتوبيس ما جاش، واللعيبه راحت الاستاد بتاكسيات. طيب التخبط الاداري ده بيفكركم بايه؟ بيفكرنا باللي حاصل اليومين دول. التخبط الاداري مش من مجلس اداره الزمالك، صراحه ربنا شايفين شغلهم على اكمل وجه، ولكن اديكم شايفين الحروب من كل ناحيه. واحنا دلوقتي ما بنقولش ان احنا عايشين في مؤامره كونيه ولا حاجه عشان بعض الساده اللي بيستظرفوا، بس احنا بنقول دلوقتي احنا في ظروف والحمد لله رب العالمين، ان شاء الله ربنا هيكرمنا فيها ونطلع منها بخير. مش عايزين الظروف ديت تاثر علينا زي ما حصل تاثير على اللعيبه سنه 2005. طب الظروف ديت ما تاثرش علينا ازاي؟ الظروف ديت ما تاثرش علينا باللي احنا بنعمله دلوقتي. عندنا السوشيال ميديا، لو في واحد عمل محاولات كده صغيره زي حالاتي ولا بتاع، ما توصلش للعيبه قوي برضه. طب توصل للعيبه قوي ازاي ونحاول ننسيهم التخبط اللي حاصل والحرب اللي قايمه على الزمالك ديت ازاي؟ اننا كل واحد فينا زملكاوي يبقى ليه اكشن. لو كل واحد فينا عمل اكشن واحد كل يوم، بوست على الفيسبوك،
شير لفيديو بيتكلم عن الزمالك بشكل كويس زي ما قلنا يا جماعه قبل كده. شير بوست من الجروبات اللي ماليه الدنيا، جروبات الزمالك بالهبل، 900,000 جروب على الفيسبوك. يا عم شير بوست، شير صوره، شير فيديو. لو انت بتعرف تتكلم كده وتطلع على الفيسبوك وبتاع، حاجه جميله جدا. اطلع يا عم صور نفسك زي ما انا بعمل كده دلوقتي اهوت، مثل صغير يعني على قد اهوت، طالع بصور نفسك بموبايل كده وبتاع، واقعد اتكلم عن الزمالك كلام كويس يبث الحماس في نفوس الناس ويبث الحماس في نفوس اللاعبين، واطلع شير الفيديو على الفيسبوك. ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ اللي عنده عربيه طول ما هو سايق في الشارع يشغل اغاني الزمالك اليومين الجايين. عندكم 600 اغنيه حلوه، عزيز الشافعي الله يبارك له عامل لنا 600 اغنيه كويسين جدا، وعندك اغنيه في الثالثه يمين، عندك خلي الشوارع كلها اغاني زمالك. حط على عربيتك الاستيكر اللي هو ب 25 30 جنيه يعني من عند اي حد بتاع كماليات سيارات. حط يا باشا الاستيكر بتاع الزمالك على عربيتك. عندك علم زمالك، ما فيش زملكاوي ما عندوش علم زمالك. حط يا باشا، اطلع علقه في البلكونه بتاعتك، خلي الناس كلها تشوف علم الزمالك. انزل في الشارع بتيشيرت الزمالك، برضو ما فيش زملكاوي ما عندوش تيشيرت. انزل الشارع، نازل تشتري حاجه من جنب البيت، نازل خارج رايح حته، انزل الشارع بتيشيرت الزمالك. لو كل واحد فينا عمل اكشن بوست على الفيسبوك، شير حاجه على تويتر، شير صوره على انستجرام، كل يوم كل واحد فينا يعمل اكشن واحد بس. ماشي في الشارع شغل اغنيه زمالك زي ما بقول لك كده، البس تيشيرت زمالك. لو كل واحد فينا عمل اكشن كل يوم، والزملكاويه شعب، الزملكاويه شعب، قلنا قبل كده انهم تعدادهم اكتر من تعداد بعض الدول، هنقدر يبقى لينا صدى كبير في الشارع، ونبقى ترند، ونتصدر القايمه والمشهد، نتصدر المشهد كزملكاويه. يا جماعه ده وقتنا احنا، ده وقتنا احنا. الحرب قايمه على الزمالك من كل حته، نسوا اللعيبه ده، بس انتوا الحماس في نفوس اللاعبين. اللاعبين بيبقى معاهم الموبايلات وبيخشوا على السوشيال ميديا كل يوم، حتى ساعات لو في المعسكرات بالليل في الوقت اللي هو يعني فيهوش تمرين، لو فتحوا لقوا الدنيا كلها زمالك كده وكل الناس بتشجعهم وبتدعي لهم وواقفه جنبهم، هيبقى ده صداء كويس جدا عليهم. فيا جماعه شيروا الكلام ده على اقصى مدى. شيروا ايه؟ شيروا يعني كلموا بعض انكم لازم كل واحد فينا يبقى ليه اكشن اليومين دول، اكشن فعال كزملكاويه. ان شاء الله رب العالمين النصر للزمالك رغم كيد الكائدين ورغم انف الحاقدين، ان شاء الله رب العالمين. واليومين الجايين بقى هنبتدي نبث الحماس زي ما احنا بنعمل كده ان شاء الله رب العالمين، بس بشكل بقى اكتر شويه وكده، ونتكلم فني بقى على فرقه الزمالك باذن الله رب العالمين، وتواجدنا على ارض الملعب ممكن يبقى عامل ازاي. اوعوا تفتكروا ان الماتش ده ماتش سهل، ولنا في 2005 عبره. لازم ان شاء الله رب العالمين اللي حصل في 2005 باذن الله ما ينفعش يحصل في المباراه القادمه، وان شاء الله الفوز والغلبه للزمالك والزملكاويه. انصرنا يا الله وانصر يا رب الابطال. شكرا جزيلا. ده زملكاوي في الثالثه يمين، وانا محمد خميس. اشوفكم بكره ان شاء الله، مع السلامه.